السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنتكلم على موضوع جديد في CSS. هنتكلم على السلكتورز. طيب، ايه هي السلكتورز؟ السلكتورز دي بتخليني اقدر احدد العنصر اللي موجود في صفحة ال HTML بتاعتي. بحدد العنصر ده عشان اقدر اعمل ستايلينج عليه، واقدر اتحكم في العنصر ده زي ما انا عايز. طيب، انا عندي في ال CSS selectors ممكن اقدر اقسمهم لخمسة كاتيجوري. اول كاتيجوري عندي simple selectors. طيب simple selectors ده بعمل بيه ايه؟ ده بقدر اسلكت الاليمنت بتاعي من خلال اول حاجة الاي دي والكلاس والنيم. بقدر احدده عن طريق ثلاث حاجات اللي احنا قلناهم دول. طيب، تاني طريقة معايا وهي الكومباينيتور سيلكتور. طيب الكومباينيتور سيلكتورز ده بقدر ان انا اسلكت الاليمنت بتاعي من خلال الريليشن شيب ما بين الاليمنت وبعضها. طبعا الحاجات دي احنا هنشرحها واحده واحده بالتفصيل ان شاء الله في فيديوهات منفصله. احنا النهارده هنتكلم على سيمبل سيلكتور بس ان شاء الله. طيب، عندنا اول طريقه احنا قلناها السيمبل سيلكتور. تاني طريقه قلنا الكومباينيتور سيلكتورز. تالت طريقة اللي هو السودو كلاس سيلكتور، وبعد كده السودو إيليمنت سيلكتور، واخر حاجة معانا الاتريبيوت سيلكتور. كل كاتيجوري من دول هنتكلم عنها في فيديو منفصل ان شاء الله. طيب بعد كده هنخش بقى ان شاء الله على الكود. هنبدأ في كتابة كود ال CSS. طيب احنا كده هنبدأ ان شاء الله في كتابة اول كاتيجوري معانا وهي السيمبل سيلكتورز. احنا كنا طبعا قبل كده اتكلمنا ازاي ان احنا نكتب اللينك ده اللي يربط ما بين السي اس اس اللي هو الاكسترنال فايل سي اس اس بالصفحه بتاعتنا. احنا بنربطه من خلال element اللي هو اللينك، بيبقى مكتوب جوه تاج الهيد. الريليشن بتاعته بتبقى ستايل شيت عشان احنا هنكتب فيه سي اس اس فايل يعني. والاتش ريف بتاعي اللي هو يعتبر مكانه فين عندي في الديفايس بتاعي. احنا عشان نقدر احنا نسلكت عنصر من خلال سي اس اس فايل، طبعا لازم يبقى عندي اول حاجه العنصر بتاعي. فانا هكتب اكتر من عنصر عشان نبدا نعمل عليهم ستايل. فمثلا هنكتب باراجراف مثلا ونكتب فيه اي حاجه، نكتب مثلا اسمي. كتبنا مثلا كمان عنصر ممكن نكتب فيه اي حاجه، الايدج مثلا. كده انا كتبت عنصرين. انا دلوقتي عايز اسلكت العنصر من خلال تاج نيم او الاليمنت نيم. فانا دلوقتي هسيف واروح بقى عندي على الستايل بتاعي. اول حاجه انا هكتبها هحدد التاج نيم بتاعي اللي هو البي، ونفتح الاقواس بتاعتنا ونبدا بقى نشوف احنا عايزين نعمل ايه. مثلا انا هخلي الكالر بتاعه اخليه ريد، فكده الاتنين اتغيروا زي ما انتم شايفين. ومثلا هنكبر الفونت شويه، فونت سايز، وهنخلي الفونت سايز مثلا 30 بكسل. فاحنا كده حددنا عندنا العنصرين اللي موجودين، وبعد كده اديت له كولر واديت له سايز. فدي كده اول طريقه معايا ان انا اسلكت عنصر واشتغل عليه. تاني طريقه بستخدم انا الاتريبيوت اللي هو الاي دي. فمثلا هاجي هنا وهدي له اي دي، ومثلا هنقول له نيم، اسمه نيم. وهنا مثلا عشان نفرقهم عن بعض هنقول له بقى هنا ايه برضو الاي دي، هندي له مثلا هنا ايه. فكده انا غيرت الاتنين دول نيم وايدج. هنمسح بقى الكلام ده. احنا دلوقتي عايزين نسلكت اول باراجراف او تاني باراجراف على حسب بقى الايدج او النيم اللي احنا كتبناه. فانا اول حاجه علامه الهاش دي عشان هو اي دي، وافتح وبكتب بعد كده احنا عايزين مثلا النيم. انا عايز اعمل ايه؟ عايز اغير اللون بتاعه، فمثلا هديله كولر، الكولر مثلا ريد. فاول واحد بس اللي اتغير لان احنا عاملين سيلكت الاول واحد اللي هو اي دي نيم. تاني واحد مثلا برضو علامة الهاش ومفروض ان هو ايدج، هنديله برضو احنا عايزين نغير اللون بتاعه. فمثلا هنغير اللون هنديله color مثلا بلو مثلا. فكده الاولاني النيم اتغير والتاني اللي هو الايدج برضو اتغير. ممكن بقى نغير برضو السايز بتاعي، الفونت سايز. فونت سايز هنا مثلا هنخليه 30 بكسل، والتاني هنخليه مثلا 40 بكسل. فكده احنا ايه قدرنا نتحكم في كل واحد لوحده. يعني بدل ما هو الباراجراف الاولاني والتاني كنا محددينهم مع بعض في ستايل واحد، لا دلوقتي انا قدرت اغير اسلكت الاول لوحده والتاني لوحده. طيب ده كده السلكتور التاني معايا اللي هو الاي دي. طيب احنا بقى ايه في برضو نوع تاني اسمه الكلاس، كلاس سلكتور. هو بالظبط زي الاي دي، بس الفرق ما بين الكلاس والاي دي ان انا في الاي دي ده حاجه يونيك. يعني مثلا النيم ده ما ينفعش يتكرر تاني، لكن الكلاس ينفع عادي يبقى فيه اكتر من نيم، مفيش اي مشكله. فده الفرق ما بينهم، ان الكلاس مش حاجه يونيك، فممكن اقدر ادي
اكتر من element نفس الكلاس، لكن الاي دي بديه لإيليمنت واحد بس. لكن الكلاس احنا برضو ايه هنغير الاتنين دولت كده ونكتب هنا كلاس النيم والايدج. انا ممكن برضو لو انا عندي مثلا ستايل وانا كاتبه في ال CSS، يعني انا هنا مثلا هنغير بس كده عشان نفهم الكلام اللي انا بقوله. الدوت دي يعني هنا كده كلاس، الدوت هنا دي كده يعني ده كلاس. طيب انا اديت لي ده ستايل، النيم اديت له ستايل، كلاس نيم اديت له ستايل، وكلاس الايدج اديته ستايل تاني. طيب انا خلاص عايز الستايل ده اديه لاكتر من باراجراف، ومش هفضل اكرر فيه كتابة الكود. فكل اللي انا هعمله بروح جاي واخد بس النيم ومديه ليه element تاني. تعال نجرب كده مثلا باراجراف برضو، مثلا نكتب ايه from مثلا Egypt مثلا. فانا مش عايز بقى، انا عايز اديله نفس الستايل ده على طول. كل اللي انا هعمله هروح جاي هنا كده وهديله كلاس نيم بس. خلاص كده ايه خد الستايل بتاعي، بدل ما انا هفضل اروح هنا واديله كلاس جديد واكتب له، لا انا عايزه يبقى نفس الستايل الاولاني، خلاص هديله نفس الاسم. فدي كده باختصار الكلاس. خليني انا دلوقتي كاتب هنا مش بي، خليني انا كاتب هنا مثلا h1. تمام. طيب دلوقتي انا عايز هو ده مثلا واخد نفس الكلاس وده واخد نفس الكلاس، بس انا عايز ايه؟ لا انا مش عايز الاتنين يبقوا واخدين نفس الستايل. فبعمل ايه؟ كل اللي انا هعمله انا مثلا عايز اللي هو النيم بس هو اللي يبقى واخد الستايل ده. فكل اللي انا هعمله هعمل ايه؟ هاجي اكتب بس هنا بدل ما هي نيم، او جاي مثلا بس الكلام ده احنا عايزين بي دوت النيم. طيب انا كده عملت ايه؟ البي دوت نيم ده انا عملت ايه؟ انا عملت سيلكت للعنصر اللي هو الباراجراف ده اللي واخد كلاس نيم. تمام. فعشان كده هو ما اتكررش في اخر كلاس. هو دلوقتي هنا كده مش فاهم يعني ايه كلاس نيم الاخيره دي. كل اللي هو فاهمه هو فاهم الاولاني ده، لان انا قلت له الباراجراف اللي هو معمول له كلاس نيم انا عايز اديله الستايل اللي هو كولر ريد وفونت سايز 30. فده كده طريقة بقدر برضو اسلكت بيها العناصر واشتغل عليها. انا قدرت كده اسلكت العنصر من خلال اول حاجة احنا قلنا النيم بتاع الاليمنت او التاج نيم، تاني حاجة قلنا الكلاس، وتالت حاجة قلنا الاي دي. وقدرت برضو من خلال الكلاس ان انا من خلال الكلاس ان انا برضو اروح جاي مسلكت، اروح عامل سلكت العنصر بتاعي من خلال برضو التاج نيم. وبعد كده حددت لو في اكتر من عنصر تاني، لو في اكتر من عنصر، يعني انا دلوقتي عندي العنصر ده والعنصر ده برضو باراجراف، فانا عندي اتنين باراجراف، فانا قدرت اعمل سيلكت للاولاني بس من خلال الكلاس. هندخل بقى بعد كده على حاجة اسمها يونيفرسال سيلكتور. طيب اليونيفرسال سيلكتور ده بيعمل ايه؟ بكل بساطة انا دلوقتي عايز بدل ما انا هفضل اقعد كل شوية ادي مثلا ان ده فونت سايز 30 وده فونت سايز 40، لا انا عايز مثلا انا عايز ده كده ايه 40 وده 40، فانا عايز الاتنين يبقوا 40. لا ولسه فاضل كمان عنصر اللي هو ده هيبقى برضو هديله ستايل 40 فونت سايز 40. لا خلاص انا هروح جاي هنا من الاول كده واجي على العلامة اللي هي بتاعت علامة الضرب دي كده تمام، او النجمة دي، واكتب بقى الستايل اللي انا محتاجه. فانا مثلا عايز فونت سايز مثلا 40 بكسل، او ممكن نخليها 50 عشان يبان 50 بكسل. فكده ايه اتغير في الاخيره بس عشان انا مدي للتاج الاولاني اديت له سايز والتاني اديت له سايز. فكل اللي انا هعمله بص هشيل، لو شلت من هنا كده اتغير عادي. فانا من خلال العلامه دي اقدر اسلكت كل العناصر الموجوده عندي في الصفحه بتاعتي واديها الستايل اللي انا محتاجه. فكده طريقه جديده اللي انا اقدر اسلكت بيها العناصر اللي هي اليونيفرسال سيلكتور. وفي بقى برضو طريقه، اخر طريقه معانا النهارده، وهي الجروبنج سيلكتور. يعني ايه بقى جروبنج سيلكتور؟ انا بس ايه هنمسح كل الكلام ده او هنعمل له بقى ايه كومنت كده بسيط. فدي برضو طريقه كتابه، دي كده طريقه كتابه الكومنت او الكومنتات يعني. طيب انا دلوقتي هدخل بقى على السي اس اس جروبنج سيلكتور. يعني ايه بقى جروبنج سيلكتور؟ انا دلوقتي عندي مثلا اكتر من element. عندي اول عنصر بي، تاني عنصر بي، تالت عنصر عندي H1. فانا دلوقتي عايز استخدم بقى طريقة الجروبنج دي. بعمل ايه؟ بروح جاي بقى زي ما انتم شايفين، هروح كاتب H1 مثلا، H1 وفاصلة وبعد كده H وبعد كده البي، واعمل لهم بقى ايه الستايل اللي انا عايزه. فانا هروح جاي كاتب مثلا فونت سايز 50 بكسل زي ما انتم شايفين. راح جاي اعمل لهم جروبنج كده مع بعض
انا رحت جاي مختصر الكلام ده كله في سطر كود واحد واديتهم الستايل اللي انا محتاجه. ده كده هو الجروبنج سيلكتور. بدل ما انا اكتب بالطريقه دي واكتب كل واحد كل element لوحده يعني وياخد دستور كود كتير، لا انا اختصرت الموضوع وخليته في سطر واحد. ده لو انا عايز ادي لكل العناصر بتاعتي نفس الستايل، عشان بس برضو نعرف نفرق. لكن لو انت عايز تدي لكل واحد ستايل لوحده ما ينفعش الطريقه دي، بتستخدم الطريقه الاولانيه دي عشان تدي لكل عنصر الستايل بتاعه. الحلقه بتاعت النهارده اتعلمنا فيها ايه؟ اتعلمنا ان احنا نعمل سيلكت للعناصر العناصر بتاعتنا بأكتر من طريقة. قلنا أول حاجة النيم، وتاني حاجة قلنا الكلاس والاي دي. وأقدر برضو أسلكت بطريقة أقوى شوية، إن أنا أسلكت من خلال النيم والكلاس مع بعض. احنا كده وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. لو كنت مستمتع بالحلقة متنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وسلام.